واحد من أكتر الأماكن عزلة على كوكب الأرض. Siwa Oasis in the western Egyptian desert. مدينة بعيدة جدا اتسمت بواحة الأساطير وبيسكن فيها الأمازيغ، مشهورة بعين كليوباترا الأسطورية. والمدينة دي اتميزت عن كل مدن مصر. سؤال، احنا فين؟ واحد سيوة، واحدة من أهم المدن في مصر لأن فيها جميع أنواع السياحة، علاجية، ترفيهية، تاريخية. أهلا بكم في سيوة. ولكن مش ناس كتير بتعرف عنها. المكان ده اسمه قلعة شالي أو شالي سيوة، بالأمازيغ يعني مدينة سيوة. خلينا أشرح لكم أكتر، بس عشان نفهم لازم نرجع لنشأتها. أهل سيوة عاشوا هنا زمان، البداية لما كانت اسمها واحة أغورمي، وعاش فيها الأمازيغ السيويين، ولكن القبائل المجاورة كانوا بيعتدوا عليهم وبيقتلوهم لحد ما بقى منهم 40 أسرة. قالوا نطلع مكان عالي ونبني مدينة لينا، حتى أصبحوا 11 قبيلة، ومن هنا جت سيوة شالي. ولكن جت موجة مطر رهيبة جدا دمرت المدينة، فانتقلوا للعيش في الوادي. كل المدينة اتدمرت إلا بيت الله، ولا يزال يقام فيه الصلاة حتى الآن، ويسمى العتيق، عمره ما يقرب من 1000 سنة. معبد الإله آمون، أو زي ما بيقال عنه التنبؤات. دلوقتي احنا في معبد آمون، أو زي ما بيقولوا عليه معبد التنبؤات، وهو اتسمى كده عشان زمان. واتسمى بالتنبؤات عشان كانوا بيجوا للكهنة زمان عشان يعرفوا مستقبلهم. هنا توج الإسكندر الأكبر ابنا للإله آمون. والمعبد متصمم بطريقة هندسية فلكية عجيبة جدا. ليه؟ لأن الفتحة دي متصممة إنها الشمس تخش منها يومين بس في السنة، وبتتعمد على تمثال للإله آمون. يقال إن بئر الماء ده كان مقدس بالنسبة ليهم، لكنه جف. وبالحديث عن المياه المقدسة، عين الشمس أو عين كليوباترا يقال عنها إنها مياه مقدسة، والمياه بتتدفق فيها من آلاف السنين، عمقها حوالي 10 متر، ومشهورة بأساطير كتير زي إن الملكة كليوباترا سبحت فيها، ومن أسمائها عين جوبة ومعناها بالأمازيغ عين الملك. يقال إنها خدت الاسم ده بسبب إن الإسكندر الأكبر اغتسل فيها وهو في طريقه لإعلانه ابنا للإله. في رأيكم هل هي فعلا مقدسة؟ جبل لكنه مش عادي، واحد من أكتر الآثار الفرعونية غموضا في التاريخ، جبل الموتى. احنا دلوقتي في جبل الموتى اللي موجود في واحة سيوة، واللي اكتشفوه أهل سيوة ساعة الحرب العالمية الثانية، وساعتها اكتشفوا مقابر فرعونية أثرية. وهو عبارة عن جبانة تاريخية بترجع لفترة حكم الأسرة 26، واللي بيميزه إن المقابر تم نحتها في الصخور في صفوف هندسية منتظمة لتشبه خلية النحل. وفي مقبرة ميسو وإيزيس ومقبرة سي آمون اللي أجمل في الصحراء الغربية، وتم اكتشافه سنة 1944، وتحديدا خلال الحرب العالمية الثانية لما اتجه أهل سيوة للجبل بدافع الاختباء، فاكتشفوا وجود مقابر فرعونية في الجبل. وبالحديث عن الجبال، حكاية اللي بيحصل في جبل الدكرور. احنا دلوقتي في الجبل المقدس بالنسبة لأهل سيوة، وهو اسمه جبل الدكرور. جبل كل رجال سيوة بيتجمعوا عليه في شهر أكتوبر. والحكاية بدأت زمان في سيوة، كان في صراعات بين سكان الغرب والشرق، والغريب إن كان ليهم نظام في الخصومة وفي الحرب، كانت حروبهم بتقوم بالاتفاق ما بينهم. وبعد كل الصراعات والمصالحات عملوا عيد صلح وخد أسامي كتير زي عيد الحصاد وعيد السياحة، وبقى يتجمعوا هنا في الليالي القمرية في شهر أكتوبر. وفي صباح اليوم الرابع تخرج مسيرة من أبناء سيوة ويرددوا الأدعية والابتلاءات الروحانية. هنا احنا فاتحة في البيت السيوي عشان نتعرف على ثقافة البيت السيوي. ده يا جماعة البيت السيوي، وهو متصمم عشان يورينا الحياة الأمازيغية السيوية زمان كانت عاملة ازاي. عراقة وتاريخ، وبيستخدموا القرشيف في البناء، وهي مادة طمية خليط من الملح الصخري والطين، والأسقف مصنوعة من جريد النخل، وبيحتوي على أدوات الخبيز والطبخ وعادة الشاي. وبعدين رحنا نزور كنز الشيفة في سيوة. ودلوقتي احنا في أشهر معلم في سيوة، وهو بحيرات الملح، مكان بقاله ملايين السنين، مش محتاج أي مجهود عشان تعوم هنا بسبب كثافة الملح العالية جدا. ودي واحدة من أبرز أنواع السياحة العلاجية في مصر، لأن البحيرات مفيدة جدا للجلد والدورة الدموية وتخرج الطاقة السلبية. ودي واحدة من أحلى التجارب في مصر. خلينا نبعد شوية، ندخل بين الرمال
has nothing to think about except thought. with the real world. كان لازم نجرب السفاري في سيوة لأن فيها واحد من أحلى أماكن السفاري، بحر الرمال العظيم. هتشوفوا أحلى سفاري في مصر. من ضمن أسماء مدينة سيوة واحة الغروب، وده لأن فيها هتشوف أحلى منظر لغروب الشمس ممكن تشوفه في مصر. وأكتر مكان مشهور بغروب الشمس هو جزيرة فتناس، ودي كانت مدينة سيوة. ما تنسوش اللايك وتشاركوا الفيديو في كل مكان، خلوا الناس تعرف أكتر عن سيوة.